يوم من الأيام كنا في سفر، وهذا قريب، وفي وسط الليل في البر كان معنا بعض طلاب العلم، جيء بابنه وابنه معه، كبير ابنه ليس بالصغير فوق 20، فإذا هو قد أصيب بلدغ، والابن كان يتألم. أبوه كان نائم وجاءوا به يعضدونه، قالوا ابنك أصيب بلدغ. فسأله وأنا أسمع، قال له أبوه هل قرأت وردك اليوم؟ قال نعم قرأت وردي. قال قرأته بحضور قلب ويقين؟ قال نعم. قرأ عليه أبوه وقرأ عليه بعض الحضور، ثم قال خلاص اذهب. الولد لا يزال يقول إخوانه أبوه نام، وضع الوسادة ونام. البعض الناس قد يقول إنه يمكن غير مبالي، لا والله أنا أعرف أنه يحب ابنه وابنه غالي عليه، لكن سأذكر لكم السبب بعد قليل. ماذا فعل زملائه الذين معه؟ أخذوه بالسيارة أقرب مستوصف 80 كيلو يعني في البر، فذهبوا به، وكان في الطريق يكتب وصيته. وقبل لما وصل المستشفى نزل يمشي على قدمه، فحص عليه الطبيب قال ما فيك شيء، ما في شيء، فعلا ما في شيء. قال طيب احنا الآن عانينا 80 كيلو. قال طيب حتى أنتم عانيتوا 80 كيلو، ثم نعطيكم أنتم علاج ما فيكم شيء، لكن احتياطا خذوا بعض العلاج للذين. فرجع ما في شيء. أخبر أبوه الصباح، قالوا كيف نمت؟ قال لأني أثق بوعد الله، نعم أعلم، نعم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا تضره. قال المساء ما قال لا تلدغه، لاحظوا ما قال لا تلدغه، يعني تلدغه يمكن لكن ما تضره. يقول فأنا ثقتي أنا سألت ابني هل قرأت وردك وفيها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم يقول سألت السؤال الثاني هل كان بحضور قلب ويقين، يعني بحضور قلب ويقين ما ينفع. قال نعم بحضور قلب. قال ما عليك رح بس، ما يجيك شيء، ما يجيك إلا العافية. وفعلا تحقق هذا. إذن علينا أن نقرأ هذتين السورتين.